من 8 شهور صورت الفيديو ده وقلت فيه كده هشارك معاكم الرحلة لحد ما أطور أول لعبة بروفيشنال في حياتي. والنهارده جه اليوم اللي هننفذ فيه اول لعبه في حياتي. صحيت من النوم امبارح وقررت اني لازم اعمل لعبه، ده بسبب وانا قاعد بلعب فالورنت وباخد على عيني كل راوند فكرت اني اعمل لعبه واكون انا المتحكم فيها. ففي البدايه قررت اني اعمل لعبه 3D على الانريل انجن 5. واجهتني شويه مشاكل بسيطه، ان انت شركه وي والدرس والكسل وشركه وي واللي انت وشركه وي مشاكل بسيطه. اول حاجه عشان نعمل لعبه محتاجين نعمل خطه، وانا في الخطط ما بهزرش. اول خطوه عشان نعمل لعبه محتاجين نعمل شخصيه، وبعد تدوير ايقنت ان لازم اتعلم بلندر عشان اصمم شخصيه 3D، وده اقل كورس مدته 12 ساعه، وانا منقي فيديو 3 ساعات بالعافيه. المهم كان في حل في الفيديو اللي كنت بتعلم منه واللي هتلاقي اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن، واستخدم اسيتس من انريل انجن وكانت ببلاش. وهنا لمعت عيني وقررت اتجول في ماركت انريل، ودخلت ولقيت بكام؟ يا عم انا هلعب GTA. الخطوه الثانيه وهي صناعه الماب، وهنا عملت فيها الجامد الفتيق اللي مفيش منه اتنين، وقررت اعمل انا الماب، بعيدا انها كانت حاجه اقرب لبراز الحمير ما كانتش هي يعني. فقررت احترم نفسي واكمل الشرح كوبي بيست زي الكلام. بعد كده الراجل قعد يشرح ساعه كامله ازاي تخلي اللاعب يقيم، وانا برضو قعدت يوم كامل عشان اللاعب بتاعي كان عنده اتب وما كانش بيرضى يقيم لفوق. وبعدها قررت اني اخد بريك لمده يوم، وفعلا بعد 4 ايام رجعت تاني للعب، وانا تاكدت اني مش بني ادم بل حيوان الكسلان. حاسس اني هزقت نفسي بما فيه الكفايه. بمناسبه التهزيق انا فكست اللعبه دي بسبب بعض المشاكل في تحريك الشخصيه وهبدا من جديد. بس قبل ما نبدا محتاجين نعمل ديدلاين. قررت اني اعمل لعبه في يومين بس، انا والحديد ومع بدايه اول يوم ما خلصتش اي حاجه، وده بسبب حاجتين: اني نمت اكتر من 15 ساعه وده يدل اكتر ان حيوان الكسلان، وسبب اني اليوم اللي بعده صحيت بكل نشاط وبدأت أخيرا، وحصلت مشكلة في اللعبة من البداية وقررت إني أوقف لأني أحبطت سيكا. بس في نص اليوم قررت أرجع لكل الفيديوهات اللي عندي اللي كنت مسيفها عشان أشوف حد عربي أتعلم منه في الأول، لحد ما لقيت الحصان الأسود المنقذ في كل المواقف جودزيلا اللي اتعلمت منه بايثون. الفيديو اللي فات لقيته منزل على قناته الجديده جودزيلا اكاديمي فيديو تعليمي للانريل انجن 5، لعبه 2D ودي كانت اكبر مشكله عندي. بس قلت لنفسي ان اكيد اول لعبه مش هتكون واو جدا، ولكن هدفي ان اتعلم الاساسيات وافهم البرنامج ده واتعامل مع مشاكله. وفعلا بعد يومين بدأ، وعامة ده دليل أكبر إن حيوانات كسلان. وفي نص الشرح لقيتني بسيح من الملل فكسلت وقررت أبدأ للمرة الثالثة أو الرابعة من جديد. جبت فيديو مقسم ل 32 جزء وهاخد 8 حلقات كل يوم، وفي خلال 3 أيام هكون مخلص، وللمرة الخامسة الموضوع بيفشل. أوكي أنا فاهم إن أكيد لو كملت كنت هعمل اللعبة، بس في حكمة أنا اخترعتها بتقول الاعتراف بالفشل يؤدي إلى النجاح. معرفش الحكمة دي موجودة ولا لأ، ولكن 5 مرات كفيلة إنها تحبط أي حد. وقررت أوقف وكنت هكنسل الفيديو او اصوره لحد هنا. وبعد اسبوع لقيت فيديو سب وهو بيشرح ازاي تعمل لعبتك الاولى على محرك جودو، وقررت ان ابدا الفيديو واغير خطتي كلها بشكل مؤقت لحد ما استقر. وفعلا بدا، بس المره دي قررت ابدا بدايه مختلفه. بدل من ان انا كنت بعمل خطه او ديدلاين قررت اني اعمل زي اي طالب مصري واخش على الله. ايه هنكفر ولا ايه؟ وبعد تنزيل محرك جودو فهمت ان سب بيشرح جودو 3.5 وانا عندي جودو 4. عرفت حظي عامل ازاي. ولكن الحمد لله بعد تدوير لقيت فيديوهات كتير بتشرح لنسخة الفور، بعد 5 محاولات نجحت اخيرا اني اعمل اول لعبة في حياتي. الله يا بلاد الله وفكرتها باركور بلاتفورم 2D. فكرة اللعبة بسيطة، ولكن يا صديقي رحلة عمل هذه اللعبة كانت فيها حاجات كتير، وفكرة اصلا اني حاولت 5 مرات فده في حد ذاته نجاح. وفي النهاية يا صديقي تستنى الفيديو الجاي عشان هنحاول نعمل اول لعبة 3D، وده شكل اللعبة اللي احنا عملناها، الماب والجيم بلاي. ملهاش جيم بلاي اصلا يعني، هو لقطة بس صغنون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. وبس كده، ما تنساش انك تعمل لايك وشير وسبسكرايب. تستنى الفيديوهات الجاية. سلام. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون